بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. في الحلقات السابقة كانت القناة تتجه في طور علمي بحث، لم نخرج عن الطور العلمي، فابتعدنا عن الشخصنة والسب والشتم وابتعدنا عن الترفيه والكوميديا. ما ينفعش. لكن هذه الحلقة ستكون مناقضة للحلقات الماضية، والسبب بسيط للغاية، أنه ينبغي الترفيه على الناس أحيانا، ينبغي الخروج عن الإطار وعن النص أحيانا من أجل ألا تمل الناس. ولهذا السبب في هذه الحلقة قررنا أن تكون حلقة ترفيهية، وسنخرج عن إطار الأدب الذي التزمناه مع أكثر من نرد عليهم، لأن الشخص الذي نرد عليه في هذه الحلقة إنسان قليل الأدب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. قبل مدة نشرت منشور في المنتدى على اليوتيوب أسأل فيه عن أوضاع الشيخ فراج الصهيبي، وقلت أنه بلغني خبر أنه تم اعتقاله، فنسأل الله أن يفك أسره بالعز عما قريب. فدخل الولد الأحول اللي اسمه جحدر وشمت باعتقال الشيخ فراج الصهيبي. فلهذا أنا أقوم بهذه الحلقة، ولهذا أنا لن أحترمه ولن يكون هنالك ذرة من الاحترام في هذا الرد. في الخوازيق أنواع، وبعدين في فن اسمه فن الخوزاء. الولد الأحول اللي اسمه جحدر قد قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في النار بشهادة القرآن. والله لا أمزح. شنو؟ خلينا نشوف. الغريب في النص يا أخ أندرو، عندك يقول فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني نبي الإسلام يعني مع الشياطين، يعني مع الشياطين. نعم، اتفضل. يعني نبي الإسلام سيحشر مع الشياطين في جهنم جثيا. انت حمار يا ابني، انت حمار رسمي، عندك بطاقة رسمية، بطاقة الحمورية العامة. إذا عندك بطاقة الحمورية العامة لا أعتب عليك حبيبي، لا أعتب عليك. إيه لا أعتب عليك صراحة، لا نعتب عليك. إذا عندك بطاقة رسمية في الحمورية العامة لا نعتب عليك. الآية الله عز وجل يقسم فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سيحشر الكافرين والشياطين في جهنم، لكن جحدر فهم على أنها تتكلم عن النبي، وأنا أظن أنه يفهم أنها لا تتكلم عن النبي لكنه يتعمد الكذب كما أثبتنا سابقا. يعني أنتم متخيلين أن القرآن الذي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والذي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أنت متخيل أنه الذي يقول لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى يدخله النار؟ القرآن الذي يتكلم عن المؤمنين ويقول أنه أعد لهم أجرا عظيما وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويعدهم بمراتب عالية جدا، يدخل النبي اللي المفروض يدعو لهذا الدين النار؟ سلموني عقولكم قليلا، هل هذا كلام منطقي؟ هل هذا كلام يقول به شخص عاقل؟ بالطبع لا، هذا الكلام يستحيل أن يقول به شخص عاقل حتى بالمنطق. يعني هل أنا سأدعو إلى دين أنا أول من سيدخل النار في هذا الدين؟ معناها لا أحد سيتبعني. إذا كنت أنا سأدخل النار وأنا الذي أحمل رسالة هذا الدين، فمن سيدخل الجنة إذن؟ الآية بكل بساطة لا تتكلم عن النبي. لو كانت تتكلم عن النبي لقال الله فيها ولنحشرنك، أو لاستخدم أداة الجمع ولنحشرنكم، أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنون مع الكافرين والمجرمين في النار. وهذا الكلام لا يقول به عاقل، لكننا نتكلم مع أشخاص غير عاقلين على الإطلاق. هذا الولد اللي عامل أغلفة في اليوتيوب بهذه الطريقة المخزية التي ترونها يريد مناظرة الدكتور منقذ السقار. طبعا الدكتور منقذ السقار لن ينزل لهذا المستوى. هذا الشخص قد اعترف بلسانه في حلقة مسجلة سأضع لكم رابطها في صندوق الوصف أنه يتعمد الكذب، وأنه يكذب على الناس عن عمد. كل هذا من أجل أن يحصل على أموال الكنيسة، لأنه وبحسب كلامه عنده مرض في عينيه، ولهذا أقول عنه أحول، مع أنني لا أحب استخدام مثل هذه المصطلحات. فهو يأخذ هذه الأموال من أجل أن يعالج نفسه، فيكذب على الإسلام ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب على المسلمين من أجل أن يفتنهم في دينهم من أجل أن يعالج عينه. فهذه نوعية الشخصيات التي نتكلم معها. ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضية الأساسية. ايه القرف ده؟
فهؤلاء هم مناظروكم يا نصارى أو يا مسيحيين كما تحبون. هؤلاء هم مناظروكم، هؤلاء هم محاوركم، هؤلاء من تعلقون آمالكم عليهم، هؤلاء من تصدرونهم لنا من أجل أن نناظرهم ونحاورهم. شخص يأتي بآية تتكلم عن الشياطين يقول أنها تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لي هذا الكلام وأنا أحاوره أو أنا أناقشه كنت سأرد عليه صراحة. لأن هذا إنسان غير عاقل على الإطلاق. من المعيب أن نناظر أو أن نناقش أشخاص بهذا المستوى، فكيف مثل هذا الشخص يقدم لمناظرة الدكتور موقد السقار؟ نحن لسنا مثلكم نفرح بغلبة الناس الضعيفة، نحن نريد ناس خبراء حتى تكون مناظرة مفيدة ولا تكون من طرف واحد. لك عيب واحد زي ده يناظر الدكتور موقد السقار، لك استحوا على نفسكم. أنتم مش خايفين أنه الناس تشوف المناظرة فتقتنع أنه المسيحية دين باطل؟ أنتم بهذا الكلام تضرون المسيحية ولا تنفعونها. أنتم حينما تصدرون هذا الشخص في الشاشات وفي القنوات الكبرى، إذا قبل أي شخص أن يناظر هذا الشخص ومسح بكرامته الأرض وبين بطلان دينكم، أنتم الذين ستخسرون. المسلمين لن يخسروا أي شيء، لكن المسلمين لأن عندهم كرامة فلا يقبلون بمناظرة أمثال هؤلاء. فأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت. يا جحد، هذا كان كل شيء في هذه الحلقة. أتمنى أن تكون قد نالت على إعجابكم. لا تنسونا من صالح دعائكم. من يريد التواصل معي على الفيسبوك رابط حسابي موجود في صندوق الوصف، وكذلك من يريد دعمنا من أجل استمرارية وتطوير محتوى القناة التقني فيمكنه دعمنا عن طريق الباتريون، موقع آمن تماما. دي كل حاجة. هذا ما أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.